السلام عليكم. البيبي مش بيستنى يتولد علشان يعرفكم ويحبكم، ده بيسمعكم وبيتواصل معاكم وبيعرف دايرة الأمان بتاعته من وهو لسه في بطنك. من أول الشهر السادس في الحمل الجنين بيبدأ يسمع الأصوات اللي حواليه زي صوتك وصوت باباه أو كمان صوت إخواته. الأصوات دي مش بتكون عابرة كده وخلاص، بالعكس تكرار نفس الصوت بنفس الطريقة كل يوم بيدي الطفل إحساس بالأمان وهو لسه في بطنك. علشان كده بعد الولادة لما البيبي بيسمع نفس الصوت بيهدى وبيطمن. ده مش سحر ولا حاجة، دي حقيقة مثبتة علميا وبالتجربة كمان. ده تواصل حقيقي اسمه التواصل مع الجنين أو التربية الجنينية. تخيلي التمرين البسيط ده ممكن تستفادي بيه في تعويد الطفل على روتين النوم من أول يوم بعد الولادة. وكمان تقدري عن طريق التمارين دي تخلي البيبي يتعرف على صوت باباه من بدري، فبعد الولادة يحس معاه بالأمان. وده بيساعدك انك تقدري تسيبي البيبي مع باباه شوية وتاخدي وقت لنفسك ترتاحي او تخلصي مهامك من غير ما البيبي ما ينهار، لانه بيكون عارف باباه وحاسس معاه بالامان. في كورس امومة بلا قلق بنتعلم ازاي تتواصلي مع جنينك وتتعرفي عليه من وهو لسه في بطنك، وازاي ندخل الاب من بدري في دايرة امان الطفل علشان يكون جزء فعال في الرحلة من اول لحظة، مش بس علشان يساعدك لكن كمان علشان الطفل يحس معاه بالامان زي ما بيحس معاكي. لو حابة تبني علاقة آمنة وتواصل حقيقي بين طفلك وباباه وبينك وبين الطفل من قبل الولادة، احجزي مكانك في كورس أمومة بلا قلق وابدأوا الرحلة مع بعض من بدري.